فؤاد الحاجي، صاحب مشروع خدمات فلاحية متمركز في ولاية كابس منطقة الزرات. المشروع هذا بدأت الفكرة متاعه من 2016، جات عن طريق بزوان متاع فلاحة ومونك متاع المشروع متاعي يتمثل في رسكلة متاع فضلات التمور المتأتية من الغابات. فيه دوزي فيه بوزيتيف. اللي فيه الأول اللي هو الفلاح معناها يربح علفة بلاش مش موجودة ومفقودة وغالية. الحاجة الثانية اللي هي الفلاح يلمد التمور الموجودة تحت الفضلات متاع التمور متاعه فميتك، يربح نظافة الغابة وممطون فما ديزانسيك تتنقل من تمرة هاكي تتنقل للي في الرويل الآخرين. بالنسبة للصعوبات، هي صعوبات كل شاب طامح فيه بروجي، اللي هي صعوبات مالية. عملت على الوالد وخويا اللي تسلفت منهم فلوس، وعملت بروجي ماكينة صغيرة بديت به، لقيت فيها روحي ناجح ولقيت الطلب أكثر من العرض. بروجي تراس لقيت فيهم الأمل اللي باش نولي ننتج في كمية كبيرة. حبيت على ماكينة كبيرة وأعطوني ماكينة وأعطوني برواير وأعطوني ترانسبالات. تاع الخدمة الفلاح يلمد الديشي متاعه من الغابة متاعه. فما زوز أنواع متاع ديشي، فما البري أبرويي وفما اللي يلزمها تشيح. نقوم بعملية تشيح غادي في اللوكال متاعي فميتك، ومن بعد تصير عملية البروياج. كل فلاح وطلبات متاعه. فما اللي شكون يحب معناها ساك وهو يشري وحده العلفة، فما شكون يشري لي العلفة وانا نعمل له ميلانج. اللي عنده فكرة مشروع في مخه ننصحه يديماري باللي موجود عنده ويتبع شوية منه شوية، بقدرة ربي لاباس.